السلام عليكم الإخوان التلاميذ الأخوات التلميذات ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كما كنعرفوا حنا إن شاء الله عما قريب مقبلين على ظهور نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2023. هذا الفيديو موجه بالخصوص للتلاميذ ديال البكالوريا لهاد السنة، وعلى وجه الخصوص الناس اللي عندهم نقاط أو غيشدوا الباك إن شاء الله معدل مقبول كتعني النقطة ديالك ما بين 10 لاصقة حتى ل11 99. هذه كتكون عندك الميزة مقبول. باش ما كدوش على راسنا، بزاف الناس كيشدوا الباك بهاد النقطة، كاين اللي كيحقر راسو كل واحد باش كيحس، ولكن بالعكس انت كتسمى شديتي الباك. كاين بزاف ما دير، بزاف ديال المدارس وديال المعاهد وبزاف ديال لي برونش في التكوين المهني اللي فيهم افاق وبزاف ديال الشعب في الكليه وفي الجامعه. الانسان ما يدوخش ويعرف شنو غيدير. يعني كاين غير اللي كيشد الباك كيمشي كيحطو في لافاك، كيشدو ب 10 11 ونص 10 ونص، كيمشي كيحطو في لافاك، ما كيبقاش يمشي كيقول انا عندي الباك نقطه طايحه. كيبقى يدوز شي عامين في لافاك بحال ما هكا كل عام، من بعد كيمشي يقلب سونطر، كيدير شي سونطر بنيفو باك ولا شي حاجه. لا، هادشي ما خدامش. اول حاجه درتي الباك ولا السونطر مزيان، احسن حاجه الا كنتي عارف راسك اش عطي. الا درتي شي برونش في السونطر، تخدم على راسك مزيان، تخدم على راسك وتعرف شنو كدير، وتكمل بسطاجات في اوقات الفراغ ديالك، بسطاج وتخرج الشونتي وتشوف شنو هو كاين في الدومين. اما الا بقيتي كتقرا غير في القسم، غير في السونتر كتمشي وكتجي، راه غير تخربيق. داكشي اللي كيقراونا في السونتر راه بعيد كل البعد على داكشي اللي غتشوف في الشونتي، ولا غتشوف لي بيرو ولا غتخدم فيهم، ولا اي بلاصه اللي غتخدم فيها. ملي غتولي تخرج للسطاج غتلقى واحد الفرق كبير. هادوك المصطلحات اللي كتستعمل نتا ولك الحساب، لا تقرا السونطر وداك الشيء، غتلقى راسك راه واحد. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هو غتحتاجو ضروري، يعني لاباز كيقروك لاباز. اما باش يقروك لا تكنيك باش تخدم، ضروري غتكمل من عندك السطاجات. يعني تمشي لشي شركه تبقى تستاجي معاهم في الاوقات الفراغ ديالك، الاوقات اللي كتكون ما قاريش ولا السبت والحد. كاين شركات كيخدموا كيحبسوا كيخدموا ليا النهار السبت حد، ديرها معاهم. يعني تبقى تستاجي معاهم، منها انك غتربح لاتيستاسيون دو ستاج، ومنها غادي تعرف بزاف في الدومين، ما غتضيعش الوقت. يعني غتكون رابح ديك العام ديال السونتر، رابحه قرايه ورابحه خبره، ومنها تقدر انك تلقى فرصه عمل معاهم. وبالنسبه للناس اللي غيديروا لافاك كذلك نفس الشيء، تخدم على راسك. اما لافاك راه ماشي نقولك صعيبه اللي ما كيقراش، اللي ما كيمشيش، اللي كيمشي على ليكزام. تخدم على راسك مزيان، تبريباري مزيان. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ما تعتمدش غير على البروف وداكشي اللي غيقروك في لونفي. تخدم على راسك وتخدم، تبريباري الامتحانات مزيان. غنقولك تبقى داكشي، تبقى عاطيها للدوران وداكشي، وعلى تحفظ على قد الحال، تعود داكشي يعطيك البروف. غتبقى تسمع ثلاثة جوج في لي زيكزام. والله العظيم هادي تجربة شخصية. نهار جمعت راسي بديت نخدم على راسي، الحمد لله ولات فاليدي بنقاط مزيانة، 12 13 14، وحنا غاديين بخير الحمد لله. المهم دابا دوينا على الناس اللي غيديروا لافاك ولا الناس اللي غيديروا التكوين المهني. اهم حاجه تخدم على راسك وتشوف البرونش اللي انت غتعطي فيه، والبرونش اللي مطلوب شويه. يعني جميع كاع البرونشات مطلوبين، ولكن تشوف البرونش اللي فيه كونكورات ديال الدوله، فهمتي؟ الشركات كيطلبوه. دابا غنعطيكم المعاهد والمؤسسات والمدارس اللي كيقبلوا الناس بالنقط قل من مستحسن، يعني قل من 12. انا نخليهم لكم هنا، ما غيبداو يكتبوا لكم. وكل مدرسة وكل معهد تمشي تبحث عليه وتقلب عليه كيفاش تدفع عليه وكيفاش تسجل. الأغلبية ما كتمشيش أنك تحط الدوسي ديالك، تسجل غير من السيت، داكشي ساهل. ما تزقل حتى حاجة، أي حاجة تسجل فيها ويكون خير إن شاء الله، بالتوفيق للجميع. كما كتشوفوا معايا هنا الإخوان، عندنا أولا المدرسة العليا للأساتذة، اللي كتفرض عليك ان التخصص اللي بغيتي دير هو اللي تكون جايب فيه نقطه مزيانه. مثلا بغيتي تتبع الفيزيك، تكون جايب اكثر من 12 في فيزيك ولا شي نقطه مزيانه اللي تخليك انك تدوز في الانتقاء الاولي. وعندنا المعهد العالي للتمريض والمعهد العالي للصحه، هادو فيهم شي تخصصات كيكونوا كيطلبوا نقاط مونسيو اكثر من 12. كاين معهد مهن السيارات اللي على ما كنظن كاين في الرباط، كاين في كازا طنجة وقنيطرة. ومعهد الفنون الجميلة كاين في تطوان، المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط، والمعهد العالي لمهن السمع البصري، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الرباط. معاهد التكوين السياحي والفندقي كاين في تطوان وفي طنجة.
المعهد العالي للصيد البحري بأكادير، وسلك تلاميذ ضباط تقنيين متخصصين بالقوات المسلحة الملكية. كاين المعهد العالي لتكوين الأطر الشبيبة والرياضة اللي كاين في الرباط، والمعهد العالي لمهن الطيارات واللوجستيك بالمطارات، وكاين معهد المعادن بمراكش. المهم الاخوان، اي مدرسة بغيت تسجل فيها تقلب عليها تبحث عليها مزيان، تشوف طريقة التسجيل كيف دايرة وتسجل، وكون خير ان شاء الله، الامور تمشي بخير ولا خير. وإلا شفتي راسك استفدتي من هذا الفيديو، متنساش شي جيم وشي اشتراك، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.